لو حابه تحرقي بشرتك وتولعي فيها، تعالوا مع بعض نشوف الانسه دي بتعمل ايه. الانسه دي بتعمل ايه؟ قالت لو محتاجه تعالجي الحبوب هقول لك على طريقه بجنيه بس هتعالج لك الحبوب وهتخليها تحفه. لو انت اول مره تشوفوني، انا الاء جمال سكين كير اند هير ثيرابيست، ويلا بينا نولع مع بعض بشرتنا. عملت ايه بقى الانسه دي؟ جابت معلقه من الملح الانجليزي الناعم وحطت عليها معلقه من الميه وفضلت تدوب فيهم كده زي ما انتم شايفين لحد ما في الاخر قالت دابوا في بعض وبقوا عاملين زي الميه زي ما هي عماله تبين قدامكم. وبعد كده قالت جيبوا قطنه او حطوهم على بشرتكم سكراب وافضلوا ادعكوا فيهم، وبعد كده اغسلوا بشرتكم بميه بارده. عاوزه اقول لكم يا جماعه ان الوصفه دي هتجيب التهاب جامد جدا لبشرتك وهتجيب التهاب عالي جدا في الحبوب. ما تسمعوش كلام اي حد. هي حبت تقلد الوصفه بتاعت انك تستخدمي محلول الملح كمطهر لبشرتك. طبعا احنا بنستخدم محلول الملح ده في حالات معينه وتركيزات معينه. لو حابه تعملي الوصفه دي في البيت بتكون بتركيز، يعني ممكن معلقه ملح واحده قدامها تقريبا حوالي 9 كوبايات من الميه، ومش ده برضو التركيز المظبوط اللي انا بقول لكم عليه. وزي ما قلت لكم احنا بنستخدم محلول الملح في حالات معينه، وطبعا زي ما بقول لكم الوصفه دي بتسبب تهيج. ودي مجموعه من الكومنتات اللي مكتوبه عندها، ناس بتدعي عليها والناس بتقول محدش يعمل كده واللي وشه راح في داهيه. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسوش ان انتوا تشيروا الفيديو علشان اكبر قدر من الناس تستفاد، وعلشان ثقافه البشره العلاجيه او الشعر العلاجي مش اي حد يدخل يعجن فيها وخلاص. مع السلامه.